مرحبا متابعينا الكرام، أترككم مع أبرز العناوين. مقابل 60 مليون وداعا برشلونة. الأهلي السعودي يقدم عرضا لضم فيرمين لوبيز. رغم الاتفاق بيلباو يصعب صفقة ويليامز. خطة مختلفة لإعلان صفقة خوان غارسيا. قبل البدء في التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. كورازون. أعلن نادي برشلونة نجاح التدخل الجراحي الذي أجراه جيرارد مارتن لاعب الفريق الكتالوني. وقال برشلونة في بيان على حسابه بشبكة إكس: تم إجراء تدخل جراحي ناجح للاعب الفريق الأول جيرارد مارتن من أجل علاج خلع في قاعدة المشط الخامس من اليد اليمنى. وأضاف: قد أجريت العملية تحت إشراف الطبيب مير وبمتابعة من الطاقم الطبي للنادي، ومن المتوقع أن يكون الظهير جاهزاً مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد. ومن المقرر أن يبدأ برشلونة فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 13 من يوليو المقبل. ورفض جيرارد مارتن اتباع العلاج التحفظي، وأبلغ وكلاءه بعدم الاستماع لأي عروض بشأن ترك برشلونة هذا الصيف. على الجانب الآخر، لا ينوي برشلونة التفريط في خدمات مارتن، حيث لا يعد مركزه من الأولويات المطروحة في سوق الانتقالات حالياً. يجهز نادي برشلونة خطة مختلفة من أجل الإعلان عن التعاقد مع الحارس خوان غارسيا قادماً من نادي إسبانيول في اليومين المقبلين. وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة سيقدم خوان غارسيا كلاعب جديد في الفريق بصورة رسمية يوم الجمعة المقبلة. ووصفت الصحيفة ما ينوي البارسا فعله مع صفقة غارسيا بأنه مشابه للإعلان عن تجديد عقود اللاعبين وليس الصفقات الجديدة، حيث لا يخطط النادي لإقامة مؤتمر صحفي يظهر فيه اللاعب أمام وسائل الإعلام. وسيكتفي برشلونة بحدث خاص فقط في مكتب رئيس النادي خوان لابورتا، مع ظهور خوان غارسيا على وسائل الإعلام الخاصة بالنادي لإطلاق بعض التصريحات. وحط خوان غارسيا الرحال في برشلونة بعد انتهاء عطلته الصيفية على أن يوقع على عقود انتقاله للفريق بصورة رسمية الأربعاء ليكون لاعباً في البلوغرانا لمدة 6 سنوات. ويريد غارسيا نشر رسالة وداعية لجماهير إسبانيول عبر منصات التواصل الاجتماعي تقديراً للفريق الذي ينشط في صفوفه منذ تواجده في قطاع الناشئين من عام 2016. توصل نادي برشلونة لاتفاق مبدئي مع الإسباني نيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو، يقضي بانضمامه إلى صفوف الفريق الكتالوني لمدة 6 مواسم حتى صيف عام 2031. وبحسب شبكة فوت ميركاتو الفرنسية، فإن هذا الاتفاق يأتي بعد مطاردة طويلة من جانب البلوغرانا للاعب البالغ 22 عاماً، والذي قدم أداءً مميزاً مع المنتخب الإسباني في بطولة يورو 2024. ورغم التقارير الإسبانية التي أشارت قبل أسابيع إلى تراجع اهتمام البارسا، إلا أن الرئيس خوان لابورتا غير موقفه مؤخراً واقتنع بجدية اللاعب ورغبته الشديدة في ارتداء قميص البارسا خلال الموسم المقبل. وأوضحت فوت ميركاتو أن عدة اجتماعات عقدت في الآونة الأخيرة بين ممثلي اللاعب وإدارة برشلونة، ما مهد الطريق نحو التوصل إلى الاتفاق الحالي على الشروط الشخصية للعقد. وذكرت الشبكة الفرنسية أن الاجتماع الأخير الذي جرى أسفر عن أخبار سارة لجميع الأطراف، إذ تم التوصل إلى اتفاق مبدئي ينص على ارتباط نيكو ويليامز ببرشلونة. كشف الصحفي ميغيل ريكو عبر إذاعة راك وأن الكتالونية عن مدة عقد نيكو ويليامز مع برشلونة حال التوقيع معه هذا الصيف. الإذاعة قالت أن عقد نيكو قد يمتد ل6 سنوات حتى 2031، وهذا يسمح بتوزيع تكلفة الصفقة على فترة أطول ويقلل من الاستهلاك السنوي، مما يساعد على الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف. وتشير التقارير بأن راتب اللاعب الإسباني سيصل إلى 12 مليون يورو مع البارسا. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن بيلباو لن يدخل في مفاوضات مع أي ناد بشأن الشرط الجزائي. وأضافت الصحيفة أن برشلونة كان يرغب في دفع قيمة الشرط الجزائي على أقساط، لكن بيلباو غير راغب في ذلك. وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك
ليس فقط لأن العلاقات بين الناديين غير جيدة حالياً، ولكن لأن بيلباو لم يسبق له وأن فعل ذلك أبداً. أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن نادي الأهلي السعودي قدم عرضاً للتعاقد مع الإسباني فيرمين لوبيز لاعب خط وسط فريق برشلونة. وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة منفتح على فكرة بيع فيرمين لوبيز، ولكن يجب أن يكون اللاعب هو من يبادر ويطلب الرحيل. النادي ومقره جدة مستعد لتقديم عرض قوي لضمه، وهناك بالفعل حديث عن عرض بقيمة 60 مليون يورو تقريبا. ورغم تقدير الدائرة المقربة من برشلونة لنمو فيرمين وأهميته في الفريق، إلا أن احتمال الحصول على هذا المبلغ المرتفع للاعب تدرب في النادي قد يثير جدلا حادا داخل إدارة النادي الكتالوني التي تسعى جاهدة لتوفير دخل كاف لموازنة حساباتها. وتابعت الصحيفة الإسبانية أن لاعب خط الوسط يرغب في البقاء والمنافسة على المشاركة بشكل أساسي في الفريق حتى مع علمه بصعوبة ذلك. وواصلت سبورت أن نادي تشيلسي الإنجليزي أبدى أيضا اهتمامه بضم لاعب خط الوسط البورسا، ولكن لم يتم تقديم أي عرض رسمي حتى الآن. وشددت الصحيفة الإسبانية على أن البلوغرانا سيحتاج إلى بيع لاعب كبير هذا الصيف لإتمام صفقة الجناح الأيسر، ولا يمانع برشلونة رحيل فيرمين، لكن القرار النهائي يجب أن يأتي من اللاعب نفسه الذي لم يطلب حتى الآن مغادرة الفريق ولا يبدو متحمسا للفكرة. وعلى الرغم من أن فيرمين لم يكن لاعبا أساسيا، إلا أنه حظي بعدد كبير من الدقائق تحت قيادة المدرب هانز فليك، مما يجعله متمسكا بالبقاء والقتال على مكان في التشكيلة رغم إدراكه لصعوبة المهمة. تحرك برشلونة للتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف موناكو رغم تأكيدات المدير الرياضي ديكو بعدم نية النادي في التوقيع مع ظهير أيمن هذا الصيف. وبحسب ما أوردته صحيفة سبورت الكتالونية، يعد فاندرسون ظهير موناكو يعد من الأسماء التي تحظى بإعجاب ديكو، لذا اتخذ برشلونة خطوة للأمام في مفاوضاته مع موناكو. ويعد فاندرسون لاعبا أساسيا في تشكيلة المنتخب البرازيلي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، كما يعتبر أولوية لبرشلونة هذا الصيف، لكن الصفقة تواجه عقبة اللاعب المالي النظيف الذي يمثل عائقا كبيرا. وأوضحت أن توتنهام أحد أبرز منافسي برشلونة في السباق على ضم المدافع صاحب 23 عاما، كما أن النادي الإنجليزي مستعد لتقديم عرض مالي كبير. وفي المقابل يطمح نادي موناكو الفرنسي في الحصول على مقابل مادي يتجاوز حاجز 35 مليون يورو مقابل التخلي عن لاعبه. ومن بين العوامل التي قد تعقد الصفقة لصالح برشلونة أن النظام الضريبي الإسباني يعد أقل جاذبية مقارنة بنظيره الإنجليزي،